ده افضل كومبو ترطيب لبشرتك في الشتاء، وصدقيني بشرتك هتشكرك عليه. حرفيا كلنا الفتره دي يا اما بشرتنا جافه او مشدوده او بتحرقنا، ودي كلها علامات حاجز البشره اللي هيتدمر. وعشان بقى تمنعي ان حاجز بشرتك يبوظ في الشتاء، اعملي الكومبو اللي هقول لك عليه دلوقتي. بعد ما هتغسلي بشرتك بالغسول وبشرتك رطبه، هتحطي سيرم هيالورونيك اسيد. الهيالورونيك اسيد بيحبس الميه تحت الجلد، وبتفضل بشرتك مترطبه لاطول فتره ممكنه، وده مع الوقت هيخلي ان كمان بشرتك يرجع لها النضاره. السيرم بقى ده بتاع تيروفيل هو مش بس فيه هيالورونيك اسيد، هو كمان فيه كولاجين وسنتيلا، تساعد ان هي ترطب وترمم كمان حاجز البشره. بيمتص بسرعه، وكمان لا بيلزق ولا بيدهن البشره. بعد الهيالورونيك اسيد سيرم على طول لازم تستخدمي مرطب على بشرتك، وفي الشتاء بالذات مش اي مرطب تستخدميه لبشرتك، دوري على السيرامايدز في المرطب بتاعك، لانه ده من المواد الطبيعيه اللي اصلا البشره بتفرزها، فلما هتستخدميها في المرطب بتاعك هتعوض النقص اللي بيحصل لنا في بشرتنا. مرطب تيروفيل هو مش بس فيه السيرامايدز اللي تعتبر من اهم المواد اللي بترمم حاجز البشره، في النياسيناميد اللي انا قلت لكم قد ايه الماده دي يا جماعه بحبها بسبب ان هي بترمم حاجز البشره، بتقلل الالتهاب في البشره، وكمان موجود فيه ريتينول عشان يجدد خلايا البشره ويحفز انتاج الكولاجين. وعايزه اقول لكم ان الناس اللي بشرتها جافه او عاديه او مختلطه بتميل للجفاف شكرت قوي في المرطب ده. اللي حمسني بقى ان انا اجرب منتجات تيروفيل مش بس تركيبه المواد الفعاله اللي فيها، ان الفتره دي يا جماعه بجد عاملين عروض جامده جدا. انت لو اشتريتي منتجين هتاخدي عليهم منتجين هديه، والاجمد بقى ان انتوا اشتريتوا 4 هتاخدوا عليهم 5 منتجات. انتوا مش متخيلين، انا كنت لسه في الكليه كان مستحيل انا واصحابي نضيع عرض شبه ده.